الشاطرة بقى اللي تقول لي ديت ورقة ايه. انا هوضح لكم في الفيديو جوه دي ورقة ايه، وهوريكم الفرق بينها وبين ورق العنب. يا ريت تعرفوا الفرق وتشوفوا الفرق. ديت هتتحشي ازاي؟ بدي افهم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى المتابعين في منوعات محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصلى عليه ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. النهارده جايبه لكم دي ورقة عنب اهي. دي ورقة صغيرة اهي. شوفوا ورق العنب بيبقى عامل ازاي، زي الوردة كده. ودي الورقة الكبيرة، ودي ورقة فراولة اللي بيقولوا ان بتتباع في السوق دلوقتي على انه ورق فراولة. ورق العنب ازاي بقى ورقة الفراولة دي تتحشي؟ انا معرفش. اهو ده عنقود الفراولة بتاعها اهو. يعني فرق شاسع بين ورق العنب وورق الفراولة، واكيد الكل عارف اهو ورق العنب بيبقى عامل ازاي. ده ورق العنب الاصلي، وان شاء الله هجيب لكم ورق التوت برضو واوريكم الفرق بينه وبين ورق العنب عشان تبقوا عارفين التلاتة من بعض. يعني فرق شاسع بين الاتنين، بين ورق العنب وورق الفراولة. شفت ورق الفراولة صغيرة وعاملة ازاي، وادي ايه ورقة العنب اهي. سواء كان ورق صغير او ورق كبير، هو نفس التشكيلة اهي. شفتوا دي نفس التشكيلة الورقة الكبيرة، علشان تبقوا عارفين الفرق بين الاتنين، بين ورق العنب وورق الفراولة اهي. اللي بيقولك اللي في السوق دلوقتي ورق فراولة ورق فراولة ازاي يعني؟ بدي افهم يعني. اهي ورق الفراولة بتبقى عاملة ازاي، ما بتبقاش اكبر من كده ورقة الفراولة، ما بتبقاش اكبر من كده ورقة الفراولة. يبقى ازاي؟ قولوا لي بقى هتتحشي وازاي هتتعمل؟ اكيد الكل هيبقى عارف الفرق يعني. مش كل واحدة تطلع تقولك لا اللي في ورق اللي في السوق دلوقتي غالي وورقة فراولة ومش عارفة ورق عنب. ان شاء الله هجيب لكم ورق التوت برضك، وهوريهولكوا الفرق بينه وبين ورق العنب. وخلي بالكوا قد ورق الفراولة قد ايه وورقة العنب قد ايه. ويا رب تستفيدوا من الفيديو وتعرفوا الفرق للي ما تعرفش الفرق بين الاتنين.